في تطور مفاجئ قد يربك حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي، كشفت مصادر من داخل القلعة الحمراء عن وجود مؤشرات مقلقة بشأن إصابة اللاعب محمد علي بن رمضان، والتي تعرض لها خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز. ورغم ما أكده الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق عقب المباراة بأن إصابة بن رمضان عبارة عن كدمة خفيفة في الركبة، إلا أن الفحص الطبي المبدئي الذي خضع له اللاعب صباح السبت كشف عن تجمع سوائل في محيط المفصل، الأمر الذي استدعى إيقافه عن المشاركة في تدريبات اليوم. بحسب مصادر مقربة من الجهاز الفني، فإن الجهاز الطبي فضل عدم المجازفة بمشاركة اللاعب في التدريبات، وأوصى بخضوعه لأشعة رنين مغناطيسي دقيقة لتحديد مدى تأثر الأربطة المحيطة بالركبة. النتائج لم تكن حاسمة، ما دفع الطاقم الطبي لطلب فحص جديد يوم الاثنين قبل الحصة التدريبية الجماعية. الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق يعيش حالة من القلق بعد تجدد الإصابات في صفوف الفريق، خاصة مع استمرار غياب إمام عاشور وتزايد احتمالات غياب بن رمضان عن مواجهة غزل المحلة يوم 25 أغسطس في الجولة الرابعة من الدوري، وهي مباراة تعد من أصعب المواجهات خارج الديار. الجهاز الفني بدأ تجهيز بدائل محتملة في مركز وسط الملعب، على رأسهم إليو ديانج حال جاهزيته، بالإضافة إلى أحمد رضا الذي قد يحصل على فرصة أساسية للمرة الأولى هذا الموسم، رغم أنه لم يشارك كثيرا في الجولات الماضية. الجماهير عبرت عن قلقها الشديد على مواقع التواصل، وبدأت تطالب بإعادة النظر في أسلوب تأهيل اللاعبين بعد الإصابات. البعض ذهب إلى حد المطالبة بسرعة التدخل الطبي الخارجي، كما حدث سابقا مع بعض النجوم لتجنب تفاقم الإصابات. حتى الآن لا يوجد قرار نهائي بشأن مشاركة محمد علي بن رمضان أمام المحلة، لكن المؤشرات لا تبدو إيجابية، وفي حال استمرت الآلام أو ظهرت نتائج سلبية في الفحوصات القادمة، فقد يقرر الجهاز الفني استبعاده من قائمة المباراة كإجراء احترازي. في تطور غير متوقع، تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي صدمة قوية بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية الأخيرة تجدد إصابة اللاعب إمام عاشور في موضع عظمة الترقوة، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية قبل أسابيع. وعلى الرغم من أن اللاعب كان قد بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، وكان من المقرر أن يشارك في التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل، إلا أن الفريق الطبي أوقف البرنامج فوراً بعد شعور اللاعب بآلام مفاجئة خلال جلسة تأهيل بدني داخل صالة الجيم. مصدر داخل الجهاز الطبي رفض الكشف عن اسمه أكد أن الأشعة الأخيرة أظهرت وجود التهابات في محيط موضع العملية الجراحية، مع مؤشرات على عدم التئام كامل للعظمة بالشكل المطلوب، مما استدعى إعادة تقييم الحالة الطبية بشكل كامل. الأنباء جاءت كالصاعقة على الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي كان يخطط لإعادة إمام عاشور تدريجياً إلى المباريات بدءاً من مواجهة غزل المحلة يوم 25 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز. وحسب نفس المصدر، فقد تم تجميد فكرة الدفع باللاعب في أي مباراة خلال الفترة القادمة، لحين عرضه على طبيب متخصص في إصابات الكتف خارج النادي، وقد يتم إرسال اللاعب في رحلة علاجية قصيرة إلى ألمانيا أو النمسا إذا تطلب الأمر. الجماهير الحمراء بدأت في التعبير عن قلقها عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن الفريق فقد عدداً من العناصر الأساسية بسبب الإصابات، أبرزهم محمد بن رمضان الذي غادر مباراة فاركو الأخيرة متأثراً بإصابة عضلية قوية. وتزايدت المخاوف من أن يغيب إمام عاشور عن جزء كبير من النصف الأول من الموسم، خاصة وأنه أحد الركائز الأساسية في خط الوسط الهجومي، وقد تم التعاقد معه ليكون البديل المثالي للثنائي حمدي فتحي وأليو ديانج في ظل ضغط المباريات. حتى الآن لم يصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً بشأن تفاصيل إصابة عاشور، لكن من المتوقع أن يتم الإعلان خلال الساعات المقبلة عن نتائج الفحوصات الجديدة وخطة العلاج المقترحة، بالإضافة إلى المدة المتوقعة للغياب.